السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. مرحبا بكم في قناة سندس. واليوم جيتكم بوصفة جديدة، وصفة تاع المقروط اللي كيجي هشيش وبنين بزاف، وكنتمنى الفيديو تاع اليوم ينال الاعجاب تاعكم. ودابا غادي نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. هنايا غادي ندوز بسم الله. عندي زلافه كبيره تاع السميد تاع الحرشه، ونص زلافه ونص. بالنسبه للنص الاخر غادي نكملو بالدقيق فرينه، يعني جوج زلافه ونص تاع السميد الرقيق، والنص تاع زلافه تاع فرينه. تقدروا تستعملوا اي زلافه بغيتو، ماشي نفس المقاس زعما تقريبا ضروري نفس الزلافه. تقدروا تستعملوا الكاس، تقدروا تستعملوا زلافه صغيره، الزلافه كبيره، على حسب الكونتيتي اللي بغيتو. ودابا غادي ندوز باش غادي نزيد قبصه تاع ملح. غادي نزيد واحد الساشي تاع الفاني كما كتشوفوا معايا. وهنايا راه عندي الزبده ذوبتها نص زلافه. ديما كديروا نفس، تستعملوا نفس الزلافه اللي عبرتوا بها هي باش غادي ديروا الزبده. وصافي غادي ندوز باش غادي ندير الزبده، وغادي نبسبسها بحال الا كديروا مهم الكسكسو. مهم هانتوما معايا الفيديو غادي يشرح لكم اكثر. هنايا من بعد ما دخلت فيه الزبده مزيان، دابا غادي نغطيه بالسلوفان وغادي نخليه حتى العشيه. هنايا درتو في الصباح، غادي نخليه حتى العشيه. الا درتو ليه هاد العمليه بالليل خليوه حتى الصباح باش كيجيكم مهم. هاد العمليه ضروري، ولا غادي تخليوه 3 سوايع على الاقل. انا هكا ديما كنديرو في الصباح والعشيه كنخدمو. هنايا عندي درت نص معلقه تاع الجنجله ما مطحونش، وغادي نزيد معلقه تاع الزنجبان مطحون، وغادي نزيد جوج معالق تاع الماء زهر. بالنسبه للتمر عندي هنايا 200 غرام. واحد، درت جوج معالق تاع الماء الزهر، وغادي ندير معلقه تاع الزبده. صافي غادي نخلط المكونات. دابا غادي ندوز باش غادي نجمع الخليط اللي صوبت معكم قبيله الصباح، كنخليه يرتاح. دابا غادي ندوز باش غادي نجمعو بالماء والماء زهر.
وهنايا غادي ندوز باش غادي ندير المزهر. غادي ندير 4 تاع المعالق تاع المزهر، تقدروا ديروا نص كاس تاع العنبه وصافي، وغادي ندوز باش غادي نجمعو بالماء. وهنايا صافي من بعد ما جمعت السميد كما كتشوفوا، غادي ندوز باش غادي نشكل معكم المقروط. هنايا عبرت الكويره تاع السميده وتاع التمر تاع درت فيه 7 غرام، وهذا درت فيه 24 غرام، وعندي هنايا السميده وغادي نستعمل هذا الماء. كنحاول باش كنسد عليه الشكل كما كتشوفوا. نصاوب الكويره كنديرها في الفرن باش ما تلصقش ليا في المول. نديرها شويه باش غادي نبرد. صافي كنحطو في الطاوه. نفس الشيء كناخد كويره كنحاول نحلها على هذا الشكل، كندير تمر من الوسط وكنسد عليها. كنديرها في هذا السمول كما قلت لكم باش ما تلصقش ليا. وصافي كندفع هكا، وغادي نستمر بنفس الطريقه. وهنايا بالنسبه للطياب تاعو انا ما كنقليش، كنديرو في الفران تحمر وصافي كنديرو في العسل، ما كنقليش، كنفضل الفران. وهنايا راه من بعد ما خرجته من الفران كنديرو مباشره في العسل، كنخليه حتى يشرب العسل، كنخليه شويه يشرب مزيان العسل، وعاد نقطرو من العسل صافي. وهنايا راه كندوز كنديرو في هاد الكويخطات كما كتشوفوا، وغادي ندير ليه التزيين تاع كاوكاو، درت ليه الملون، تقدروا ديروا البيستاش، تقدروا اي حاجه بغيتوها. انا هنايا درت غير كاوكاو، درت ليه الملون وصافي. وغادي نستمر بنفس الطريقه حتى نسالي تنعمر كاع هاد الكويخطات.
وهنايا صافي هو الشكل النهائي تاعهم من بعد ما ساليتهم مقروط بريستيج. كنتمنى انه ينال الاعجاب تاعكم وتجربوه، وما تنسونيش من التشجيعات تاعكم بلي لايك ولي كومونتير البارطاج تاع لا فيديو مع اصحابكم واحبابكم. وهنايا غادي نخليكم تلقاو فيديو جديد ان شاء الله.